إزاي أقدر أخرّج شخص من دماغي كنت باحبه؟ طيب عشان تخرّج شخص من دماغك كنت بتحبه قبل كده وفي ما بينكم مشاعر وعلاقة، ده مش هيحصل في يوم وليلة، ده هييجي مع الوقت ومع شغل حضرتك على نفسِك. الوقت مش كفيل إن هو يخرّج شخص من دماغك، لأ، الوقت كفيل إن هو ينسيك اسمك، بس لمّا أنت تعمل إيه، لمّا أنت تقوم وتشتغل على نفسك وتعيش مشاعرك، ما ترفضهاش، ما ترفضش إن كان في ما بينكم أيام حلوة في يوم من الأيام، ما ترفضش إن الشخص دوّة قضيت معاه أيام كويسة وكنتم بتتكلموا في التليفون وبتخرجوا وبتتفسحوا، كل ده له نصيب من الألم ومن الوجع، تعمل إيه بقى؟ تعيش الألم وتعيش الوجع وما تهربيش منه. الألم والوجع ده دي الحاجة اللي بتطهّر البني آدم، لكن معظمنا بيخاف من الألم، وبيخاف من الوجع، وبيخاف إن هو يعني لأ ومش قادرة وباموت، فده اللي بيخلّي الألم موجود والتعب موجود، فهتفضلي تعبانة ومتألمة، لكن لمّا البني آدم فينا يعيش مشاعره، إيه اللي بيحصل؟ المشاعر بتاخد وقتها وبتخرج. تاني حاجة إن حضرتك تشتغلي على نفسِك، ما ينفعش تبقي إلى الآن محلِّك سر، عمّالة قاعدة للأيام الحلوة وعمّالة تفتكريها وتقعدي تعيّطي، ما ينفعش، لازم تقومي تشتغلي على نفسِك، تتعلمي لغة جديدة، تقرأي كتب جديدة، تمارسي رياضة جديدة، تتعرّفي على ناس جديدة وأشخاص جديدة وعلاقات جديدة صحية، كل ده هيساعدِك إنِّك تتخطي يعني ومش هاقول لِك بقى يخرج من دماغِك بالمعنى الحرفي، ولكن هيقل التفكير فيه مع الوقت، لأن ما فيش حاجة اسمها حضرتك مش روبوت، اللي هو خلاص بقى أنا خرجت الشخص من دماغي فبقيت عايشة حلوة ومرتاحة، ما فيش كده، إحنا مش روبوت، كل شخص بيخش حياتنا بيسيب جوانا أثر، وبيسيب جوانا حاجة نتعلم منها مع الوقت ومع الأيام. فاللي حصل ده والشخص ده خرج من حياتِك علشان يعلّمِك إنِّك ما تتعلقيش بحد وما تهتميش بحد بزيادة أوي زي ما حضرتِك عملتِ كده، وتبُصّي لنفسِك شوية، لأن معظمنا بينسى نفسه في حتّة العلاقات ديّة، بيدّي للشخص اللي قدّامه كل حاجة، كل حاجة بالمعنى الحرفي، وقتك ومجهودك وطاقتك وكل حاجة أنت بتدّيها له، وبتنسى نفسك، فبيحصل الوجع ده. فهيخرج الشخص من دماغِك مع الوقت ومع شغلِك على نفسِك، ومع إنِّك تحدّدي أهداف لنفسِك وتسعي لتحقيقها.